عمرك وقفت مع نفسك وسألت السؤال اللي بيقهر أي حد: هو أنا ليه بعمل نفس الغلط رغم إني عارف إن هو غلط؟ وليه مش عارف أتغير؟ الحقيقة إن المشكلة دي عمرها ما كانت في شخصيتك، المشكلة في دماغك وطريقة شغلها. وإنت على فكرة مش لوحدك، كلنا بنقع في نفس الدايرة دي، وهنفهم ليه دلوقتي. إحنا طول عمرنا متربيين على فكرة إن الإنسان كائن عاقل، فهو بيفكر الأول وبعد كده يتصرف. بس اللي بيحصل جوانا أو بيحصل جوا دماغنا مش كده خالص. الحقيقة إن إحنا بنتصرف الأول وبعد كده المخ يبدأ يخترع مبررات علشان يريح ضميره. حتى لو التصرف ده أذانا، يعني مش عارف أقول لك، الجزء اللي بياخد القرار السريع جوه المخ هو الجزء العاطفي مش المنطقي. وساعتها المخ ما بيحسبهاش صح ولا غلط، هو بيحسبها بشكل ما هو ده مريح ولا متعب. وده السبب إنك ساعات تلاقي نفسك بتعمل عادة سيئة أو بترجع لشخص غلط أو بتكمل في علاقة مؤذية مع إن أنت عارف إنها غلط. المخ بيختار الطريق اللي اتعود عليه، الطريق السهل. وكل مرة بتكرر نفس السلوك، المخ بيرسم طريق أسرع للسلوك ده لحد ما بيبدأ يتحول لروتين، وكأنك بتمشي نفس الشارع كل يوم. لما بتمشي نفس الشارع كل يوم، الشارع بتحفظه على طول، وأي شارع جديد بيبقى بالنسبة لك مجهول ومزعج. خلينا ناخد مثال بسيط: هو ليه الناس بترجع للعلاقات المؤذية؟ الموضوع مش حب ولا تعلق، الموضوع إن المخ اتعود على وجود الشخص ده، مرتبط بشعور الراحة مؤقتة حتى لو العلاقة نفسها مؤلمة. المخ دايما بيختار أي حاجة تمنع الألم السريع ولو لمدة ثانية. المشكلة إن المتعة اللحظية بتبقى أقوى بكتير من مصلحة طويلة المدى، وده اللي بيخلينا نغلط نفس الغلط من غير تفكير. في كمان سبب كبير اسمه العقلية الدفاعية. النوع ده من التفكير بيخليك ترفض التغيير حتى لو التغيير للأحسن. عارف ليه؟ لأن التغيير بيبدأ يخوف المخ، بيحسسه إن هو خارج منطقة الراحة اللي اتعود عليها. علشان كده ساعات وانت بتبدأ عادة جديدة كده، سواء رياضة أو دايت أو انت بتتعافى من حاجة، المخ بيبدأ يقاوم ويشدك تاني للعادات القديمة دي كأنك مربوط بحبل. طيب في كمان الذاكرة العاطفية. ساعات بنراجع نفس التصرفات علشان مرتبطة بإحساس قديم، إحساس كان موجود وقت الطفولة أو تجربة زمان. إحنا كبشر ما بنختارش الأفضل، إحنا بنختار اللي نعرفه واللي اتعودنا عليه حتى لو ده بيدمرنا. وده سبب تكرار العلاقات الفاشلة واتخاذ قرارات شبه كده. نيجي بقى للمصيبة: الدوبامين. أي سلوك بيديك راحة لحظية حتى لو غلط، المخ بيكافئه بدوبامين. المخ ما بيفرقش بين مكافأة صحية أو مدمرة، الدوبامين ليه نفس الإحساس. علشان كده ناس كتير مش بتقدر توقف عادة سيئة، لأن المخ اتعلم إن السلوك ده بيخفف الضغط ولو حتى للحظات. وفي حاجة أخطر من كل ده: الصوت الداخلي. عارف صوتك الداخلي اللي انت لما بتقعد تتكلم مع نفسك كده، ده بيفضل يقولك إن انت مش بتتغير، إنك فاشل أو إنك ضعيف. المخ للأسف بيصدق، ومع الوقت بيبدأ يتصرف على أساس الصورة اللي انت راسمها لنفسك. كل مرة بتغلط، الصوت الداخلي ده بيقولك: شايف، أنا كنت قلتلك. من هنا بتبدأ الدايرة تقفل عليك. طيب نخرج من الدايرة دي ازاي؟ أول خطوة الوعي. لازم تراقب نفسك قبل ما تغلط، بعدين يعني مش بعد ما تغلط، لأ قبل ما تغلط. تاني خطوة تعمل بديل بسيط، مش لازم تغير حياتك، خطوة صغيرة بتكفي إن المخ يبدأ يفك ارتباط السلوك القديم. تالت خطوة: واجه الشعور اللي ورا السلوك، لأن مفيش عادة سيئة من غير شعور مستخبي. رابع خطوة: غير التركيز، غير المكان، الروتين، الكلمات اللي بتسمعها، أي حاجة تفصل الطريق القديم. خامس خطوة: غير كلامك مع نفسك، لأن أي كلام بتكرره لنفسك المخ بيعتبره بشكل أو بآخر قانون. خلي بالك، التغيير مش محتاج قوة، التغيير محتاج فهم. أول لما تعرف أنت بتغلط ليه أو بتعمل الغلط ده ليه، هتعرف إزاي توقفه. قبل ما تخرج بقى، قول لي بصراحة في التعليقات إيه أكتر غلط بتحاول تبطله ولسه بترجع له كل مرة. هقرا كل تعليق وهقول لك تعمل إيه. سلام.